نجوز ولا نعقم؟ هنجوز ولا نعقم؟ شايف ان التعقيم حرام، مش هينفع تجوز أليفك، أرجوك ما تربهوش. ربنا خلق القطط والكلاب بيدخلوا في الشياع او فتره الاسترس سايكل سيزونالي تقريبا كل 3 أو 6 شهور. طيب لما بيدخلوا في الفتره دي بيطلعوا كميه هرمونات كبيره جدا استعدادا لمرحله التزاوج. الموضوع مش زي عندنا، مختلفين عننا، لازم يتجوزوا، ما ينفعش، مش اوبشن ليك انك ما تجوزهمش. طب يا دكتوره انا مش هينفع اجوزه، احب ابشرك انه للاسف مع تكرار دخوله في الاسترس سايكل، والله ساعات بتبقى من اول مره، وبيحصل بايوميترا او التهاب رحم صديدي، وممكن اوفريان سيست او بما يعرف بتكيسات المبايض. مش لازم يوصلوا لمرحله كبيره ويحصل لهم كانسر زي ما كل الدكاتره معرفين للاسف من البدايه. دكتوره انا سمعت عن حقن بتتاخد بتعمل نفس تاثير التعقيم ولكني ما عقمتش. طب احب ابشر حضرتك انك بتديها مواد هرمونيه مسرطنه، ولا قدر الله ممكن من اول حقنه وممكن من الاخيره يحصل عندها التهابات مش هتحس بيها، انت فجاه هتلاقيها في يوم من الايام وقعت ماتت. جوز قطتك او عقمها، وارجوك لو قطتك كبيره في السن ومش متعقمه تشيك اب عليها كل 6 شهور عشان الدكتور يحدد اذا كان لا قدر الله بعد الشر حصل التهابات او لا.